عليكم ويا اجواء صلاة الجمعة. هاي شارته ان الانسان يعود نفسه على المصاعب، حتى ما اذا ظهر امامه وقائده الحقيقي لا يقول له لا، يقول له اهلا وسهلا واحنا بخدمتك. اي شيء تقول بدون استثناء احنا بالخدمة، صغيرها وكبيرها وقليلها وعظيمها. ولماذا لا؟ هكذا ينبغي الانسان امام الله وامام اولياء الله. قد يكون يتعطل اكلك، قد يكون يتعطل شربك، قد يكون في مطر، قد يكون في شمس، قد يكون في بعد، قد يكون في وحشة، قد يكون في غربة، ما يخالف حبيبي، اي شيء تريد ممنونين. فالانسان شنو؟ يشحذ همته وصبره لاجل الله. الخطوة الاخرى ان طاعة الله مو منحصرة في ظهور المهدي سلام الله عليه، في الازمنة الثلاثة، في الماضي والحاضر والمستقبل موجودة طاعة الله سبحانه وتعالى. وما احسن ان الانسان يشحذ همته لطاعة الله سبحانه وتعالى. كائنة ما كانت النتائج، انما يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. يصلون كل صلواتهم الجماعة والفردية تحت الانواء الجوية طيلة السنة، في الصيف تحت الشمس، وفي الشتاء تحت المطر وتحت الرياح. ما عندهم مانع، ماكو شيء يحول دون طاعة الله سبحانه وتعالى، بما فيها صلوات الجمعة بطبيعة الحال. إن كان الآن سيد محمد الصدر كما ترون في الظل وفي بانكا مثلا أو أي شيء آخر يخطب ويصلي، فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله في الظل ولا في بانكا، كان معهم يصلي في الشمس ويخطب في الشمس. كان أمير المؤمنين معهم يخطب في الشمس ويصلي في الشمس. سبحان الله. بس احنا كما قلت قبل قليل نشترك عاطفيا مع أولئك الذين يصلون الآن معنا جمعة. ينبغي أن نكون مشتركين عاطفيا على مستوى الأزمنة الثلاثة. من صلى في الماضي من قادة الإسلام صلاة الجمعة وأطاع الله بأي شكل من أشكال الطاعة، ومن يصلي الآن، ومن يصلي في المستقبل إلى يوم القيامة، كلنا على قلب واحد وعاطفة واحدة وهدف واحد.